بعد منشوره عن وفاة نجلة حسن يوسف، الجمهور يهاجم الإخواني وجدي العربي. أثار الممثل الإخواني الهارب وجدي العربي استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وده بسبب تعليقه على نبأ وفاة عبد الله نجل النجم الكبير حسن يوسف والنجمة المعتزلة شمس البارودي اللي توفى غرقا، وده في إحدى القرى على الساحل الشمالي. نشر وجدي تدوينة بدأها بعبارة لا أستطيع الشماتة، وأتبعها برسالة للفنان حسن يوسف نعته بوالده حسن بطريقة اعتبرها الكثيرون شماتة في حدث مهم مثل الموت، حيث طلبه البعض بحذف المنشور، واتهمه أحد المتابعين بأنه قاس على القلب وأنه قد تغير. من بين التعليقات الغاضبة: امسح هذه المشاركة، إنها ليست جيدة بإذن منك، وفيها شماتة، ويا رب ولن يراها أحدا أبدا أثناء ولادته. وكتب آخرون: ما سبب الشماتة في أفكارك؟ هذا شماتة؟ نقول فقط أنه مصاب مثلنا ونحن نتألم لأنه يتألم، وظل قلبك قاسيا يا أستاذ، كل هذا وأنت لا تشمت. في وثائق آخر، كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن ملابسات وفاة عبد الله نجل الفنان الكبير حسن يوسف غرقا، وقال في تصريح خاص له: مستشفى العالمين يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة، لأن الوفاة كانت حادثا غرقا، وكذلك مكتب الصحة بمرسى مطروح. مسألة نقل الجثمان وتاريخ ومكان صلاة الجنازة لم تتحدد بعد. عبد الله الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 35 عام درس الطيران قبل أن يتوجه لدراسة الإعلام في جامعة بيروت، وهو الابن الأصغر والرابع بين أبناء الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي. توفي عبد الله غرقا في قرية سياحية على الساحل الشمالي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العالمين في مطروح. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل الفيديوهات الجاية. إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي.